السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوع من الاحتفالات المستمرة، البهجة اللي بتعم أوساط جماهير النادي الأهلي بعد الفوز باللقب الغالي، اللقب ال11 دوري الأبطال الأفريقي. طبعا احنا كنا زي النهاردة في حالة قلق جامدة جدا، ما كانش في نوم، لكن ربنا الحمد لله يعني أراد إنه يفرحنا وينصرنا الحمد لله، ودايما يا رب من بطولات لبطولات. طبعا بعد الفوز باللقب تاني يوم على طول نافوره من الاخبار بقى المتعلقه باحتراف لعيبه النادي الاهلي. تقريبا ما فيش لعيب في النادي الاهلي ما اتقالش عليه خبر ان هو احترف، بدايه من حمدي فتحي، مرورا بقى بالشناوي، مرورا بشريف، بقفشه، محمد عبد المنعم، الجهاز الطبي والجهاز الفني وعم حارس والاداره والنسر اللي على علم النادي الاهلي. آه، آه، لكن مفيش اي خبر رسمي او خبر صحيح يخص عقود احتراف للاعبي النادي الاهلي الا الموضوع بتاع حمدي فتحي فقط لا غير. حمدي فتحي جاي له عرض من الوكر القطري، نادي الوكر القطري مقدم عرض ب 2.5 مليون دولار، النادي الاهلي بيتكلم في 4 مليون دولار، وفي مفاوضات لتقارب بقى وجهات النظر، وفي كلام ان ممكن العرض يخلص ب 3.5 مليون دولار، وفي كمان كلام على بعض البنود المتعلقه بقى باللاعب بقى في اعاده البيع او نسبه المشاركه او ما الى ذلك. ده اللي جاري في التفاوض بيه بين النادي الاهلي ونادي الوكر القطري. اما بالنسبه لبقيه الاخبار، محمد الشناوي انه جاي له عرض من الاهلي السعودي، ان محمد عبد المنعم جاي له عرض من الهلال السعودي، من الهلال بقى ب 12 مليون دولار، ان قفشه جاي له عرض تركي وقطري، وان محمد شريف جاي له عرض بيتفاوض مع نادي الزمالك. كل ده اخبار شو اعلامي وملوش اساس من الصحه. النادي الاهلي نادي عظيم، نادي كبير بيشارك في بطولات بشكل مستمر، عنده اجنده مزدحمه بالبطولات، مش هيفرط في كل اللعيبه دي. اللي مسهل شويه موضوع حمدي فتحي ان حمدي فتحي في كام لعيب ممكن يعوض عدم وجوده. يعني احنا عندنا مروان عطيه، عندنا عمرو السوليه، عندنا اليو ديانج، عندنا كمان اكرم توفيق لما يرجع بالسلامه بعد الاصابه كان بيلعب في نفس المركز. الاهلي في كلام انه بيتفاوض مع محمد رضا بوبو لعيب فيوتشر. فكل اللعيبه دي ممكن تعوض غياب حمدي فتحي، زائد ان حمدي فتحي تكريما ليه، زائد ان عرض مغري بالنسبه له، زائد ان حمدي فتحي لعيب مش سهل ان هو يجي له عقود احتراف تاني، ان حمدي فتحي برضو يعني 29 سنه. ف تلاقت الرغبات بين النادي الاهلي وحمدي فتحي. فيما عدا ذلك كل دي كلها اخبار في الهواء، كلها هدفها زعزعه استقرار الفرقه. وطبعا بنظر حديث على اجنده الاهلي المزدحمه، احنا بنتكلم النادي الاهلي طبعا يوم الخميس الجاي هيرجع تاني يلعب في نادي في الدوري الممتاز في لقاء حرس الحدود. النادي الاهلي قريب جدا من حصد اللقب ال 43. النادي الاهلي عنده 10 ماتشات، لو فاز منهم بخمسه فاز باللقب، بصرف النظر عن نتائج بقيه الفرق او حتى اقرب الواحد منافس مباشر ليه هو نادي بيراميدز. الاهلي اللقب غايب عنه بقاله سنتين، هدف رئيسي ليه انه يحصد اللقب. النادي الاهلي عنده في شهر 8 لقاء السوبر مع اتحاد العاصمه الجزائري اللي بشكل كبير هيتلعب في السعوديه. النادي الاهلي عنده في شهر 10 دوري السوبر الافريقي اللي هينطلق في اول نسخه ليه بمشاركه 8 فرق، منهم النادي الاهلي والترجي والوداد وصن داونز كتصنيف اول، وعندنا انيمبا ومازيمبي وسيمبا التنزاني تصنيف تاني. هيتلعب فرقه من التصنيف الاول مع فرقه من التصنيف الثاني، طبعا عن طريق القرعه، في لقاءات اقصائيه لحد ذهاب وعوده لحد الدور النهائي. بطوله صعبه جدا وقويه، زائد جوائزها الماديه كبيره جدا. ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي ربنا يكتب له التوفيق ويحصد اللقب الاول في هذه البطوله المهمه. زائد النادي الاهلي كمان في شهر 12 عنده كاس العالم الانديه 2023 اللي هتبقى مشاركه بعض الفرق زي مانشستر سيتي والاتحاد السعودي ونادي اوزارو الياباني بطل اسيا. النادي الاهلي هتبقى بطوله صعبه، لكن احنا هنتعشى من النادي الاهلي ربنا يكرمه ياخد مركز احسن من الثالث، خصوصا النسخه دي هتبقى النسخه الاخيره بالمسمى الحالي او بالوضع الحالي اللي بتتلعب فيه. السنه الجايه هتبقى بطوله صعبه جدا لانها تبقى بطوله موسعه بمشاركه فرق كتير قوي من افريقيا واسيا واوروبا، فهتبقى فرصه ان النادي الاهلي يحصد المركز الثالث كمان هتبقى صعبه، هي مش مستحيله ان شاء الله، والنادي الاهلي ربنا يكرمه ويحقق مركز كويس، لكن هتبقى صعبه جدا في وجود عدد من فرق اوروبا الاقوياء جدا. انت بتتكلم في تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد، دول اساسي هيلعبوا في البطوله الجايه، ولسه في فرق تانية كمان. يعني ممكن كمان تلاقي بقى بايرن ميونخ، تلاقي غيره وخلافه حسب بقى الايه نتيجه بطوله الشامبيونز ليج السنه الجايه ان شاء الله. فالنادي الاهلي عنده ازدحام في الاجنده، فمش طبيعي ان هو يفرط في اللعيبه دي ويلعب كده الا لما يكون اللعيب عنده لعيب فيه اللي يعوض عدم وجوده يعني.
النادي الاهلي كمان هي خبر ترفيهي ورياضي في نفس الوقت. النادي الاهلي هيبقى موجود في لعبه فيفا 2024 كنادي الافريقي الوحيد اللي هيبقى موجود في اللعبه. وطبعا النادي الاهلي متفرد دايما، فمش غريبه يعني او حاجه مش مفاجاه لينا، بس هي حاجه قد ايه بتدعم النادي الاهلي دايما الاول والسباق في كل الاخبار المفرحه يعني. اخر حاجه طبعا معانا النهارده احنا بنتكلم، ظهرت بقى كواليس الاتحاد الافريقي. انت عارف بعد نهايه دوري الابطال بتبتدي تظهر بعض الكواليس، سواء بقى من الكاميرات اللي بتبقى موجوده في الملعب على دكه الاحتياطي بتاعه الفريقين، او اللي بتبقى موجوده في غرفه الملابس. في النهارده فيديو ظهر في غرفه ملابس لعيبه النادي الاهلي بعد انتهاء لقاء الذهاب اللي كان بين الاهلي والوداد، اللي انتهت 2-1 النادي الاهلي. كانت لعيبه الاهلي كانت زعلانه جدا بسبب الهدف اللي دخل فينا في اخر دقائق، هدف ملوش 60 لازمه، فبالنسبه لهم كان مصعب الدنيا عليهم وكان مضايقهم جدا. لكن اللي لفت انتباهي ولفت انتباه اهلاويه كتير هي شخصيه محمد هاني اللي ظهرت في الفيديو. محمد هاني مش اكبر لاعيبه سنا، لكن قد ايه في الفيديو ده كان باين ان هو متحمس، وقد ايه يا جماعه ننسى ونرمي ورا ظهرنا، احنا كسبنا ما خسرناش، وعندنا اللقاء الجاي نركز الاسبوع ده، وان شاء الله ان احنا ما نتكلمش في اللقاء تاني اللي فات ونبص للي جاي، وان شاء الله ان احنا قادرين نحصد اللقب. ودي قد ايه بتنملك على شخصيه لعيبه النادي الاهلي اللي اتربوا جوه النادي الاهلي. الشخصيه دي احنا شفناها في حسام غالي، شفناها في محمد عبد المنعم، شفناها في اخرهم محمد هاني. طبعا شفناه على مدار اجيال، بس انا بتكلم في الجيل القريب يعني، في الاجيال القريبه. قد ايه اللعيب النادي الاهلي اللي بيبقى مولود في النادي الاهلي قد ايه بيبقى مكتسب شخصيه البطل اللي ما عندوش يأس، اللي بيلعب لاخر ثانيه وبيبقى عنده امل وبيحارب لاخر نفس. ودي بانت في محمد عبد المنعم اللي اتطور على المستوى الفني وكمان على مستوى الشخصيه. بيبقى باين لك قد ايه ان احنا اصغر ما فينا بطل. النادي الاهلي بالروح دي وبالشخصيه دي هو عشان كده هو رقم واحد في افريقيا وفي مصر وفي الشرق الاوسط، لان لعيبته اتربت على ان اي حاجه غير الفوز هي هزيمه، اي حاجه غير المركز الاول هي هزيمه. ان شاء الله دايما النادي الاهلي باجياله وبشبابه دايما رقم واحد في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. السلام عليكم.